مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الاكله الخطيره دي؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي قوي بجد، ومش بتاخد مننا وقت في المطبخ. وكمان لو انتي مستعجله تقدري تعمليها، ولو ما عندكيش افكار كمان في دماغك تعالي بقى اقول لك النهارده هنعمل اكله ايه. هنعمل كده شويه مكرونه حلوين، تقدروا برضه تقدميها بالطريقه اللي انتوا تحبوها. تقدروا تعملوه جنبها رز بسمتي، تقدموها جنب سلطه خضراء وسلطه طحينه وتاكلوها كده بالعيش. بجد خطيره. وبصوا رمت معانا كميه حلوه قوي قوي، هنحط حاجه كده هتزود الكميه. بجد تابعوا معايا الفيديو ده، اوعوا يفوتكم. للناس كده اللي بتحب تعمل اكلات سريعه او اللي محتاره تعمل غدا ايه، تعالي بقى وتابعي معايا الفيديو العسل ده عشان تشوفوا الاكله الحلوه دي عملناها مع بعض ازاي. بجد تحفه وسريعه، وطعمها مش عايزه اقولك بجد كانت خطيره. والله طعمها وريحتها كانت حلوه قوي. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، مش مكتومه كده وهشه. وكمان مش هندخلها الفرن، هنحمرها على الطاسه كده من فوق. بجد خطيره. انا هستعمل النهارده نص كيلو لحمه مفرومه. تمام كده، وهيعمل معايا الكميه الحلوه اللي انتوا شايفينها. عندي هنا في الكبه بتاعتي بصلتين، وعليهم فصين كده 3 من التوم، ضربتهم كويس ومش هصفيهم من الميه، نزلت بيهم على الكفته بتاعتي. وكان عندي بضايه كمان نزلت بيهم. هو ده بقى اللي انا ايه بقول لكم، هيزود معانا الكميه. هنحط بطاطستين كده نسلقهم، وهنحطهم كمان على اللحمه المفرومه. عندي هنا 4 معالق كبار من الفيجيتار او البقسماط الناعم. حطيت كده بهارات كفته، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت كده ربع معلقه صغيره من القرفه لو مش حباها براحتك. حطيت فلفل اسود وبابريكا، وظبطت الملح بتاعي لان بهارات الكفته انا حطيت كده نص معلقه مليانه وهي بيبقى فيها نسبه ملح. الخطوه اللي بعد كده ان انا هدعك كويس جدا كده الكفته زي ما انتوا شايفين ده كان شكلها. هنا هنعمل الخطوة اللي هندهن بيها الكفتة او هنصبع بيها الكفتة، وهتدي لون وطعم حلو قوي للكفتة. عايزة اقول لكم حاجة كمان، البطاطس اللي انا سلقتها يا ريت تهرسوها بره الاول. الخطوة دي فاتتني، اهرسوها بره الاول قبل ما تحطوها على اللحمة المفرومة، عشان خدت مني وقت كتير وانا بهرسها جوه اللحمة المفرومة. فاهرسوها بره الاول كده، وبعد كده حطوها على اللحمة المفرومة. الخلطة دي كانت عبارة عن ايه، معلقة زيت كبيرة، معلقة صلصة كده كبيرة زي ما انتوا شايفين، حطيت عليها بابريكا وملح. تقدري تحطي مكان البابريكا شطة. بصي انا هصبحها بالطريقة دي، هاخد بقى من الخلطة دي وهصبحها كده، هبططها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، الشكل البيضاوي ده. تقدري تعمليها مدورة زي الاقراص كده، وتقدري تعمليها صوابع براحتك زي ما تحبي. انا الشكل بالنسبه لي ده كان تمام. وبرده ما تخليهاش سمكها يبقى يعني عالي قوي. السمك اللي انا وريته لكم ده كان مظبوط. انا هصبع الكميه كلها اهو، وهدهن برضو من الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي زيت وصلصه وبابريكا وملح. تمام كده. بجد سهله وحلوه قوي، والبطاطس والله بتديها طعم خطير خطير خطير. البقسماط اللي انا حطيته، انا حطيت 4 معالق كبار، تقدري تحطي من 4 ل6 معالق. تمام لحد ايه ما تلاقيها لمت معاكي. والبيضه كمان عشان تمسك معانا الكفته كده وتخليها متماسكه وحلوه قوي. بصوا دي الكميه كلها. هدخلها بقى التلاجة، هريحها شويه كده، وبعد كده ايه هنجهز المكرونه على ما نريحها شويه. تمام. هنا بعد ما ريحتها شويه جوه التلاجة، اتبقى طبعا خليط الصلصه والزيت وكده. فانا مش هرميه، انا هدهن بيه الكفته، بيديها لون حلو قوي وطعم كمان تحفه. بجد والله جربوها هيتعجبكم جدا. بصي كيف كفته بالبطاطس، بجد حلوه جدا جدا، سريعه وسهله وبترمي معانا كميه حلوه. تقدري بقى لو انتي محتاره كده في غدا ايه تعمليها، بجد حلوه قوي وهتعجبكم طعم وريحه بجد خطيره. هدهن بقى كويس كده بقيه الخليط اللي اتبقى معايا. طبعا انا مش هرميه، هدهن بيه الكفته زي ما قلت لكم، بيديها طعم وريحه حلوه قوي. هنا هنحمر الكفته بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان انا كنت جهزت كمان المكرونه. تقدري بقى زي ما قلت لك تعملي ايه جنبها اللي تحبيه. هنا حطيت معلقتين زيت كبار كده او حبه زيت حلوين. تمام. هحمر فيهم كميه الكفته كلها. هنزل بقى بالكفته بتاعتي اهي، بجد حلوه قوي، ومش هقلبها خالص غير لما الاقيها اتشمعت من تحت وخدت لون. تمام، عشان ما تتفتفتش منك وما تتهريش وتفضل متماسكه، ما تقلبهاش خالص.
زي ما قلت لكم يا جماعه ما تقلبيش الكفته خالص اول ما تنزلوها في الزيت. بصوا اول ما تلاقوها اتشمعت كده وخدت لون بسيط كده من تحت، قلبوها. قلبوا بعد كده بقى براحتكم زي ما تحبوا قلبوها، مش هتفك منكم خالص ومش هتفرفت في الطاسه ولا اي حاجه. بصوا اصلا هي متماسكه ازاي. عايزه اقول لكم ان والله كان لونها ذهبي وخطيره وحلوه قوي، بس انا مش عارفه ليه الكاميرا مغمقه اللون كده وجايباه لون الكفته غامق، بس والله كان لونها خطير. انا كنت مخليه لونها ذهبي كده، كانت حلوه قوي. بصوا بقلبها بقى كل شويه عشان اديها لون حلو من الجنبين براحتي. اهم حاجه زي ما قلت لكم تتشمع كويس وما تقلبوهاش خالص اول ما تنزلوها في النار. تمام كده بقى هحمر الكميه كلها. هنا هعمل المكرونه معاكم. انا كنت عملت اصلا المكرونه قبل ما احمر الكفته. انا بحط في الميه المكرونه بحط ملح بس ما بحط الزيت. وانا النهارده هعمل مكرونه اللي هي الفرن او مكرونه قلم. انا كنت حابه النهارده بقى اغير واعمل مكرونه قلم كده. تقدري بقى تعملي النوع اللي انت حباه، وتقدري كمان تعملي اي حاجه انت حباها مش لازم مكرونه. انا بحب جدا 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 في صلصه المكرونه احط بصل وثوم. يا جماعه مين زيي والله بتاكلي احلى احلى واطعم مكرونه. انا عندي بصلايه هنا صغيره كده مخرطاها بالسكينه، حطيت لها حبه ملح طبعا وزيت وهحمرها. اول ما تبتدي تدبل معايا بحط معلقه مفرومه كده كبيره حلوه من الثوم زي ما انتم شايفين كده. هقلبها بقى واول ما تطلع ريحتها كده والاقيها ادتني اللون الذهبي الخطير الفاتح قوي ده. بصوا هنزل بقى بمعلقه كبيره كده مليانه حلوه من صلصه الطماطم الجاهزه. هنزل بيها كده في الاول عشان اخرج اي مواد حافظه فيها. ايه لازمة المعلقة دي؟ ان هي تدي لون حلو قوي قوي للمكرونة. لو مش حابة تحطيها تمام مفيش مشكلة، حطي الصلصة على طول. تمام كده. وبعد كده بقى عندي صلصة طماطم هنا مصفيها طبعا من البذور بتاعتها ومن القشرة. هحط بقى هنا معلقة مرقة دجاج، مرقة خضار سوري، انا ما بحطش مرقة دجاج بس بعمل مرقة خضار دايما. طبعا فلفل اسود ومعلقة كمون، وطبعا هظبط الملح بتاعي. وهحط كمان معلقة سكر صغيرة عشان تعادل نسبة الحموضة للطماطم وتديها طعم حلو. هنا بقى كمان زودت معلقة هريسة شطة كده صغيرة مليانة. انا كنت ضاربة مع الطماطم دي على فكرة قرن فلفل، بس انا بحبها سبايسي، فحطيت كده معلقة هريسة الشطة دي بتبقى حلوة قوي. طبعا هنا اتسبكت معايا المكرونة بتاعتي غسلتها وصفتها. بصوا بصوا لونها حلو ازاي بجد بتبقى خطيرة. انا كنت حابه زي ما قلت لكم النهارده اغير واعمل مكرونه اللي هي الاقلام دي او مكرونه فرن. تقدري بقى تعملي جنبها اي حاجه انتي بتحبيها، مش لازم مكرونه زي ما انا عملت. الكفته بتتاكل بحاجات كتير قوي، يعني اللي انتي تحبيه اعملي جنبها. بصوا خطيره. هنا موطيه النار بقى وبفضل اقلب فيها كده تشرب اي ميه زياده. وكده المكرونه بقت جاهزه معايا. مش عايزه اقول لكم بقى طعمها بتبقى خطيره قد ايه بالبصل والثوم. جربوها يا جماعه، ولو الحد بيعملها يقول لي بقى ايه رايه، بجد بتبقى حلوه قوي. هنا رجعت معاكم تاني كنت بحمر الكفته. عايزه اقول لكم ان انا ممكن اعمل كمان كده بالمعلقه، بس يعني لو هتحطوها في الفرن هتفضل محتفظة بالشكل بتاعها ده، لكن لو بتحمروها زي كده على البوتاجاز من فوق الشكل ده بيروح يعني مش بيفضل ثابت. تمام اهي. بصوا حلوة خالص وطريقتها سهلة وبسيطة وسويناها في الطاسة كده بكل سهولة. ومعلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم في الاول او حبة الزيت انا حمرت فيهم الكمية كلها وما احتجت الزيت تاني. بجد كانت خطيرة. مش عايزة اقول لكم بقى طعمها وريحتها كانت حلوة قد ايه. بجد كانت حلوة قوي. وعملت كمان معايا الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا طبق مليان حلو كده يكفي كده الأسرة الحلوة. بجد كانت خطيرة. قدمتها زي ما قلت لكم كده بمكرونة. تقدروا تعملوا جنبها اي نوع مكرونة انتوا بتحبوه. تقدروا تقدموا معاها سلطات كده وسلطة طحينة وتاكلوها بالعيش. تقدروا تعملوا كمان رز بسمتي بتبقى خطيرة يا جماعة والله بالرز كمان. بصوا اعملوها بالطريقة اللي انتوا تحبوها. دي كانت اكلتنا النهاردة وكانت وصفتنا. بجد جربوا الكفتة بالبطاطس او اللحمه المفرومه بالبطاطس كده بجد بتبقى طعمها حلو قوي. وزي ما قلت لكم كمان يا ريت تهرسوا البطاطس بره الاول قبل ما تحطوها على اللحمه المفرومه عشان تسهل معاكم الدنيا وما تاخدش وقت وانتوا ايه بتعجنوها.
تمام. يا رب الطريقة والوصفة النهاردة تكون عجبتكم، بجد انا عجبتني قوي والله، طعمها خطير، طعمها وريحتها، وبصوا مش كبسة ولا اي حاجة، بجد كانت هشة وطعمها حلو قوي. جربوها يا رب تعجبكم، بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. انا واثقة ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم زي ما هي عجبتني، بجد حلوة قوي. اشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامة، وما تنسونيش بقى باللايك والتشجيع الحلو. باي باي.